كارثة هيندنبورغ. هيندنبورغ كان واحد من أضخم المناطيد في التاريخ، وكان رمز للفخامة والتقدم ديال الطيران في ذاك الوقت. الرحلة كانت كتبان عادية، والناس كانوا كيتسناو الهبوط ديالو، ولكن فجأة المنطاد شاعل بالنار قدام الكاميرات والناس اللي كانوا كيتفرجوا. في ثواني قليلة واحد من أكبر رموز الطيران تحول لكرة نار ضخمة. كارثة هيندنبورغ بقات محفورة في التاريخ لأنها ورات للعالم أن حتى أعظم الاختراعات ممكن تنهار في لحظة. غرق تيتانيك. تيتانيك كانت كتعتبر من أفخم وأقوى السفن اللي بناها الإنسان. بزاف ديال الناس كانوا كيشوفوها سفينة شبه مستحيلة الغرق، ولكن في أول رحلة ديالها وسط المحيط الأطلسي البارد صدمات بجبل جليدي. في البداية بزاف ما فهموش حجم الخطر، ولكن الماء بدأ كيدخل والسفينة بدأت كتغرق ببطء. اللي كان رحلة فاخرة تحول لكابوس وسط الليل. غرق تيتانيك ما بقاش غير حادث بحري، ولكن ولا رمز للثقة الزائدة في التكنولوجيا. دمار بومبي. مدينة بومبي كانت مدينة رومانية عادية، فيها أسواق، بيوت، شوارع، وناس عايشين حياتهم اليومية. ولكن قريب منها كان جبل فيزوف، بركان هادئ في الظاهر، لكنه كان كيجمع غضب كبير تحت الأرض. من اللي انفجر البركان، الرماد والدخان غطوا المدينة بسرعة مرعبة. الناس ما كانش عندهم الوقت الكافي باش يهربوا، وبومبي كاملة دفنت تحت الرماد. هذا الكارثة خلت مدينة كاملة توقف في الزمن، وكأن الطبيعة جمدت آخر لحظة عاشوها الناس هناك. انفجار هيروشيما. هيروشيما كانت مدينة يابانية عادية، والناس فيها كانوا كيبداو نهارهم بحال أي يوم آخر. ولكن فوق المدينة كانت كاينة طائرة حاملة سلاح غادي يغير معنى الحرب للأبد. في لحظة واحدة ضوء قوي ظهر في السماء، ومن بعد جاءت موجة انفجار هائلة دمرت أجزاء كبيرة من المدينة. انفجار هيروشيما ما كانش غير كارثة على مدينة، كان لحظة خلت العالم يدخل عصر جديد، عصر فيه الإنسان ولا قادر يمحي مدينة كاملة بسلاح واحد. كارثة بوبال الكيميائية. في مدينة بوبال الهندية كان مصنع كيميائي خدام وسط منطقة فيها سكان بزاف. فالليل وقع تسرب خطير ديال غاز سام من المصنع. الناس كانوا ناعسين وما عرفوش أن الهواء اللي كيتنفسوه ولا خطر قاتل. الغاز انتشر بسرعة وسط الأحياء، والكارثة كانت صامتة ومرعبة. ما كانش انفجار كبير، ما كانش صوت ضخم، ولكن الخطر كان في الهواء نفسه. كارثة بوبال بقات من أسوأ الكوارث الصناعية في التاريخ، لأنها بينات شحال ممكن الإهمال يكون قاتل. كارثة تشيرنوبل النووية. تشيرنوبل كانت محطة نووية كتخدم في الاتحاد السوفيتي، وكان الهدف منها إنتاج الطاقة. ولكن أثناء تجربة داخل المفاعل الأمور خرجت عن السيطرة. أخطاء تقنية وبشرية تسببت في انفجار مفاعل نووي، ومن بعد انتشرت إشعاعات خطيرة في الجو. المخيف في تشيرنوبل هو أن الكارثة ما كانش باينة كاملة من اللحظة الأولى. الخطر كان غير مرئي، كيمشي مع الهواء وكيدخل في الأرض والماء والحياة. تشيرنوبل ما دمرتش غير محطة نووية، ولكن خلت مدينة كاملة تهجر وبدلت نظرة العالم للطاقة النووية. تسونامي المحيط الهندي 2004. في صباح عادي وقع زلزال قوي تحت البحر قرب المحيط الهندي. في البداية الناس في بعض الشواطئ شافوا البحر كيرجع للوراء بطريقة غريبة. هذا المنظر بان حريب، ولكن في الحقيقة كان إنذار لكارثة ضخمة جاية. بعد دقائق موجات عملاقة ضربت السواحل بقوة مرعبة. قرى ومدن كاملة غرقت، والسفن دخلت لليابسة، والناس تفاجئوا بسرعة الكارثة. تسونامي 2004 كان من أكثر الكوارث الطبيعية تدميراً، لأنه ضرب دول كثيرة في وقت قصير وخلى العالم كامل مصدوم. إعصار كاترينا. إعصار كاترينا بدأ كعاصفة قوية، ولكن سرعان ما تحول لكارثة كبيرة في الولايات المتحدة. الرياح كانت عنيفة، ولكن المشكلة الأكبر كانت المياه. من اللي فشلت الحواجز، الفيضانات دخلت للمدينة وبدأت أحياء كاملة تغرق. نيو أورلينز ولت مدينة وسط الماء، والناس لقوا راسهم محاصرين بلا كهرباء، بلا أمان، وبلا طريق واضح للهروب. كارثة كاترينا بينات أن الخطر ما كيجيش دائماً من العاصفة فقط، ولكن حتى من ضعف الاستعداد والبنية التحتية. زلزال هايتي 2010.
هايتي كانت أصلاً كتعيش ظروف صعبة، ولكن في سنة 2010 ضربها زلزال قوي في لحظات قليلة. الأرض تهزت والمباني بدأت كتنهار، والشوارع ولت مليانة بالغبار والأكام. العاصمة تضررت بشكل كبير، وناس كثيرين فقدوا بيوتهم في ثواني. الزلزال ما طولش بزاف، ولكن الأثر دياله بقى لسنوات. كارثة هايتي كتبين أن الزلزال ما كيحتاج وقت طويل باش يغير مصير بلد كامل. تسونامي اليابان وفوكوشيما 2011. في اليابان وقع زلزال قوي تحت البحر، ومن بعد جاءت موجات تسونامي عملاقة. المياه دخلت للسواحل، حملت السيارات، السفن والمباني، ودفعت كل شيء قدامها بقوة هائلة. ولكن الكارثة ما وقفتش هنا. الموجات وصلت لمحطة فوكوشيما النووية، وهذا خلق أزمة نووية زادت من الخوف والصدمة. اليابان كانت معروفة بالاستعداد للكوارث، ولكن هذا الحدث بيّن أن بعض قوى الطبيعة أكبر من أي حسابات بشرية. انفجار مرفأ بيروت. في بيروت كان المرفأ فيه مواد خطيرة مخزنة لسنوات. النهار بدأ عادي، ولكن دخان بدأ يطلع من منطقة التخزين. بعد لحظات وقع انفجار ضخم هز المدينة كاملة. موجة الانفجار كسرت الزجاج، دمرت المباني، ووصل أثرها لمسافات بعيدة. الناس ما كانوش فاهمين وش وقع، لأن حجم الانفجار كان صادم وغير متوقع. انفجار مرفأ بيروت بقى واحد من أقوى الأمثلة على كيفاش الإهمال الطويل يقدر يتحول لكارثة في ثانية واحدة. زلزال تركيا وسوريا 2023. في فجر بارد ضرب زلزال قوي مناطق واسعة في تركيا وسوريا. الناس كانوا ناعسين، والمباني بدأت كتنهار فوق السكان قبل ما يكون عندهم وقت يهربوا. الكارثة كانت كبيرة لأنها ضربت مدن كثيرة في نفس الوقت، وزاد عليها البرد، الظلام، وصعوبة الإنقاذ. مشاهد المباني المنهارة والناس كيقلبوا على الناجين خلت العالم كامل يتابع بحزن كبير. زلزال تركيا وسوريا 2023 كان تذكير قاسي بأن الكارثة ممكن تجي في لحظة وتبدل حياة ملايين الناس قبل ما يطلع النهار.